لو بطلنا نحلم نموت، بس هل لو بطلنا أكل أكيد هنموت؟ ولا جسمنا عنده خطة بديلة لمقاومة الجوع ويحارب عشان يفضل حي في كل ثانية؟ تخيل معايا إن في سيدة ألمانية اسمها أنجيلا قررت تتحدى جسمها وتصوم لمدة 21 يوم كاملين، وجسمها عشان ينقذها بدأ ياكل في نفسه حرفيا. طب ايه هي المراحل اللي بيمر بيها الجسم عشان ينقذنا من الجوع وبتنتهي في الاخر بانه بياكل في نفسه حرفيا؟ المرحله الاولى هي اول 6 ساعات. جسمك بعد اخر وجبه بيحاول يستغل الجلوكوز اللي موجود في الدم ويطلع منه الطاقه اللي انت محتاجها، ولكن بمتوسط نشاط الجسم الطبيعي من حركه وتفكير الطاقه دي هتخلص معاك بعد 6 ساعات. موضوع عامل زي بطاريه الموبايل، لو فتحت فيديوهات كتير البطاريه هتخلص بسرعه. الجلوكوز اللي جاي من آخر وجبة ممكن يكفيك لمدة يوم كامل في حالة واحدة بس، وهي إن أنت تكون نايم سطيحة بدون أي حركة تماما. ولكن بالنسبة لمتوسط نشاط البشر الطبيعيين هو يدوب هيجيبك 6 ساعات. المرحلة الثانية بتبدأ من بعد 6 ساعات ل 24 ساعة كاملين. ولنفترض إن الجسم بيدخل له 10 جرام جلوكوز مع كل وجبة، بيحرق منهم 8 يطلع منهم الطاقة اللي أنت محتاجها ويحوش منهم 2 عشان لو حصل مجاعة أو أي حاجة يقدر يلحقك وما تموتش على طول. وبيخزن الجلوكوز في الكبد والعضلات في صورة جلايكوجين، يعني جسمك بيحوش وانت لا. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل. وبعد ما تعدي ال6 ساعات على اخر وجبة يبدأ جسمك يطلع الجلايكوجين ده ويحوله الجلوكوز ويطلع منه طاقة. المرحلة الثالثة هي تاني وثالث يوم. في الحالة دي بنكون خلصنا كل الجلايكوجين المتخزن. طب هنجيب طاقة منين؟ الجسم يدخل في مرحلة كيتوزيس، حرق للدهون. أنجيلا اللي صامت لمدة 21 يوم كاملين في بداية اليوم الثالث بدأت تحس بدوخة وفقدان تام للطاقة، ولكن بعد شوية بدأت تحس إن الجوع بيختفي. طب إزاي؟ دي ما كلتش بقالها 3 أيام. الفكرة بمنتهى البساطة إن جسمها لما كان بيعتمد على الجلوكوز كمصدر للطاقة كان الواحد جرام جلوكوز بيديها 4 كيلو كالوري من الطاقة، ولكن لما جسمها دخل في مرحلة الكيتوزيس بدأ يعتمد على الدهون كمصدر للطاقة، والفكرة إن الواحد جرام من الدهون بيديها 9 كيلو كالوري. بالإضافة بقى كمان لتحسن حالاتها النفسية بسبب إن هي بدأت تلاحظ إن دهون جسمها بتقل وإنها بتخس أخيراً. المرحلة الرابعة رابع وخامس يوم. هنا بقى الجسم بيبدأ ياكل في نفسه حرفيا، ما بقاش في أي دهون جديدة داخلة الجسم، فما بقاش لاقي دهون يعتمد عليها للطاقة، فيبدأ ياكل في البروتين. والبروتين هنا هو عضلات جسمك، بالتالي هتحس بوهن وضعف شديد مع كل حركة. في أحد معابد التبت في رهبان قرر يصوم لمدة 40 يوم كاملين، وبسبب وهن وضعف العضلات اللي حصلوا في المرحلة دي دخل العناية المركزة. قعدوا يقولوا يا ابني كل، يا ابني افطر، قال لهم لا. عارف ليه؟ لأنه تبت. المرحلة الخامسة هي اليوم السادس والسابع، بعد ما الجسم حرق كل حاجة حرفيا عشان يوفر الطاقة للقلب والمخ والكبد والكلى والرئة وكل الفيتال أورجان، ولكن في النهاية انت ما اكلتش، فلا هو لاقي جلوكوز ولا هو لاقي دهون، والبروتين يعني بتاع الجسم قرب يخلص. بالتالي كفاءة الفيتال أورجان دي بتقل، وأي لعب أو هزار في الفيتال أورجان تقريبا هي دي بتكون النهاية. أحد الضحايا اللي أنقذوهم من غرق سفينة ما قعد 13 يوم متواصلين في المية بدون أكل، ولما أنقذوه وزنه كان 20% من وزنه الفعلي. يعني قلنا نفترض ان الراجل ده كان 100 كيلو وهو بيركب السفينه، بعد 13 يوم لقيوه 20 كيلو بس. بالتالي نستنتج ان انت لو بطلت اكل مش هتموت بشكل مباشر، ولكن الجسم محضر سيستم للطوارئ يقدر يتعامل بيه عشان يمد في عمرك شويه بشويه. والناس اللي بتشتغل في التغذيه تاملوا سيستم الجسم ده وطلعوا لينا بحاجه اسمها الكيتو دايت، هو ان انت بتمنع كل الكربوهيدرات من اكلك عشان جسمك يتحول لحاله الكيتوزيس، فيبدا يحرق الدهون ويعتمد عليها كمصدر للطاقه. ولكن دي طبعا حاجه محتاجه متابعه مع متخصص، ما تبقاش اهوج وتعمل اي حاجه. وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتسيب لنا رايك في الكومنتات. بس يا سيدي هي دي قصه حياتي.